اتخذت السلطات المحلية بأمانة العاصمة الكثير من الإجراءات الفعلية لتحسين الخدمات لزوار الحدائق والمتنزهات في ظل إقبال شديد على تلك الحدائق. التفاصيل مع الزميل ياسر هادي. في اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك لا تزال العديد من الحدائق والمتنزهات تشهد إقبالا كثيفا غير مسبوق، خاصة بعد أن قامت أمانة العاصمة باتخاذ إجراءات فعلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزائرين. ومع ذلك الإقبال نشاهد سلوكيات وتصرفات خاطئة يقوم بها الزوار. فهنا أمام حديقة السبعين في العاصمة صنعاء تجد الوقوف الخاطئ والباعة المتجولين ورمي المخلفات، وكذا وجود بعض المراكز التجارية والمحلات، وهو الأمر الذي عرقل عملية السير ونقص فرحة الآخرين. هذا العيد مختلف عن الأعياد الأولى، الزحمات يعني في زحمة غير يعني ما توصف الزحمة هذا العيد. والله الأجواء العيدية تبع هذا السنة أفضل من السنة الذي قبل، خدماتها متوفرة، يعني أجواء مرح وفرح غير أيام السنة. العيد هذا أجمل، الناس أكثر، سنة أمس الثورة الناس خيرات يعني. إقبال شديد هذا العام غير الأعوام الماضية، وازدحام شديد كون أمانة العاصمة تمتلك حدائق قليلة جعلت من تلك الحدائق متنزه للجميع كخيار وحيد لهم. عملي هنا هو من على السلاح دخول الحديقة، أيضا في أطفال ضايعين، أيضا في أي مشاكل، والحمد لله ما بش مشاكل زي كل عام. الحمد لله هذا السنة الأمن والاستقرار مستقر والحمد لله. زي ما بتلاحظ أو بتشوف بعدسة الكاميرا إقبال شديد على الحديقة اليوم. تقريبا ما يتجاوز 130,000. وفي إطار ما تشهده أمانة العاصمة من تطور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والجهود المبذولة من السلطة المحلية بأمانة العاصمة، إلا أن المواطنين يأملون أن يتحقق حلمهم في فتح حديقة 21 مارس مبنى الفرقة الأولى سابقا، والتي قد تخفف أعباء كثيرة على الحدائق الأخرى. إقبال كبير على حديقة السبعين والحدائق الأخرى في ظل سلوكيات وتصرفات يقوم بها الزوار. ياسر هادي لقناة اليمن الفضائية، صنعاء.